ايه يا عالم، لسه مخلص ثانوية عامة ولسه مش عارف تعمل فلوس ازاي؟ الفيديو ده ليك، انا معاك النهاردة تشوف احسن فيديو تعمل فيه فلوس ان شاء الله. ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد. دلوقتي معاكم فيديو تعريفي كنت بعرف نفسي فيه. النهاردة هكلمكم على 4 حاجات ازاي تعمل فلوس فيها وانت بتدرس فترة الثانوية العامة. فتعالى معايا كده وركز معايا. دلوقتي انا هتكلم عن الفتره بتاعتي بس هتكلم فيها في الاخر، فخلينا نركز دلوقتي. احنا هنعمل ايه اول ما نخلص ثانويه عامه؟ دلوقتي انت بدات جامعه، دلوقتي في ممكن تخش جامعه صعبه زي تربيه انجليش على فكره صعبه جدا، و طب هندسه كلام. دلوقتي على 4 حاجات. دلوقتي انت ما اشتغلتش خالص قبل كده، انت لسه طالع من دراسه، ولا نزلت شغل قبل كده ولا تعرف اي حاجه عن الشغل. يا دوبك لو بتنزل الجيم تمام. على الجاكيت عشان ايه؟ ماشي. يا دوبك بتنزل الجيم يعني، او مثلا بتنزل نادي، بتنزل تعمل اي حاجه، بس انت لسه ما خدتش. اول حاجه لازم تبدا ان انت تبدا شغل تقليدي عامه، شغل تقليدي عادي، اللي هو تنزل كافيه، تشتغل كاستمر سيرفيس، تشتغل كول سنتر، كل ده تقليدي. هكلمك بقى عن المجال اللي انت تنزله بما انك لسه مخلص وتايه ومش عارف تعمل ايه. شغل عايز تجيب منه فلوس، شغل السياحة، زي شغل اللي هو تنزل تشتغل باريستا، تنزل تشتغل ويتر، تشتغل اي حاجة، كل ده خبرات لسه تتعلم فيها. انت لو نزلت اي مجال سياحة دلوقتي انت يا دوب خبرة سنة بس تخليك ان انت عارف كل حاجة، انك تشتغل بقى آه ويتر، باريستا، تتعلم كل حاجه، كاشير، كل ده هتتعلمه، وده هيقوي الكوميونيكيشن بتاعك، السوفت سكيلز، كل الكلام ده اللي هيعلمك وهيخليك ان انت تعرف تتأقلم مع الحياة، انك تبدأ شغل. انت لسه انا بقولك لما تيجي تبدأ مش هت... مجال السياحة صعب، او هو سهل بس كمجال مش حلو قوي. هو ممكن يكون اللي هو كمعاملة مش هتلاقيها حلوة بمعنى أصح، لأن انت دلوقتي انت شغال في مجال السياحة، فانت بيكون في هيد فوقيك اللي انت بيجي معاك ويقولك على أي حاجة، فانت بتدوس معاه، وتحس ان هي معاملة مش حلوة أوي، بحسها قلة قيمة عامة يعني، عشان أنا يعني اشتغلت في المجال ده وحاليا لحد دلوقتي شغال. هكمل لكم. كول سنتر، انك تشتغل كول سنتر مش زي فودافون ولا اي حاجه، دي حاجه جميله جدا انك تبدا بكول سنتر عربي وبعد كده تحول لانجلش. فانت كول سنتر هيعلمك الكوميونيكيشن والسوفت سكيلز جامد 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 جامد. كول سنتر هيعلمك الحاجات دي عشان انت بتتعامل مع العميل، سواء هنا كول سنتر كاستمر سيرفيس، خدمة عملاء، انك تشتغل في مول خدمة عملاء، تعرف الناس اماكنهم سواء عربي او انجليش، فدي حاجة حلوة. نخلص بقى من حوار الشغل الحر اللي هو الفريلانس. دلوقتي الفريلانسر الموضوع بقى سهل جدا، مش حاجة صعبة، بس محتاج شوية وقت. لو انت انصحك انك تشتغل سنة بس المجال التقليدي ده انك تتعلم فيه، هذا تعرف ان انت تنزل شغل وبعد كده تخش على الشغل عمل الحر. العمل الحر ده عبارة عن ايه؟ انك تشتغل فريلانسر سواء بقى فريلانسر عادي، خمسات، ابورك، الكلام ده كله، انك بتشتغل فيه وبتعمل فلوس لوحدك، مفيش حد بقى بيساعدك ولا في اي حاجه من الكلام ده. تشتغل ازاي فريلانسر؟ لازم تبقى معاك مهاره، لازم تتعلم مهاره. ايه بقى المهاره؟ عندك ممكن تتعلم بروجرامينج، ممكن تتعلم اكسل اللي هو برامج الاوفيس عامه، باوربوينت، اكسل، وورد. هتقول لي بقى ال AI موجود وكده كده الناس بتحل مشاكلها ودي، لا، ال AI ده شيء جزء من اللي انت بتعمله. ال AI مش هيساعدك. انت لو كلمت AI وقلت له انا عايز فلوس مش هيديك فلوس، معروفة يعني. لو كلمته وقلت له عايز فلوس مش هيديك فلوس، هو هيساعدك لحاجة
انت مش تقول له عايز اجيب فلوس، هيقول لك حاجات قد كده، بس انت انك تكلمه او تقول له انا محتاج فلوس مش هيديها لك. انت تكلمه على المهارة اللي انت عايز تتعلمها، هيقف معاك فيها وهيعلمك. دلوقتي الناس بتشتغل على AI وبتجيب حاجات الاكسل والوورد والكلام ده. لا مفيش. انت بيكونوا عايزين ناس كوبي رايتنج، ان انت تبعت لهم حاجات عشان AI ساعات الكلام بتاعه مش بيبقى مفهوم قوي. فانت احسن ليك كشغل الانسان احسن بكتير انك تشتغل على برامج الاوفيس. خلصت برامج الاوفيس ايه ولا ايه؟ طيب بتكلم على برامج الاوفيس بس. ايه؟ بصور فيديو عادي. لا بتكلم عن حاجة يعني. ليه؟ لا ده فيديو يوتيوب عادي بتكلم فيها، مش بتكلم عن النادي نهائي، ده حاجة ليه انا. لا ده عادي. انا يعني انا ساعات باجي وبعمل اللي انا عايزه، مفيش اي حاجة. مش عارف ايه حاجة بره النادي خالص يعني. بعتذر والله، بس مفيش اي حاجة. انا باجي هنا خلاص ماشي. خازوق خازوق ماشي. عشان عندي رهاب اجتماعي، هو اتكلم عادي يعني، ما قلتش الفيديو. ماشي خلينا نكمل. كنا بنقول ايه؟ الشغل مونتاج. المونتاج حلو أوي، أنا مبعرفش أعمله لحد دلوقتي، فلو حد يعرف يساعدني فيه يبقى تمام أوي. ماشي خلصنا المونتاج. أنا أنا واحد أول ما خلصت، أنا خلصت جبت في ثانوية عامة 60%. يعني 60%. جبت 60% في الثانوية العامة. كنت بجتهد وبذاكر وبدوس على نفسي، بس يلا الحمد لله، ده كله خير من عند ربنا، وربنا بعدها بيعوض. دي كلمة فعلا بجد، ربنا بيعوض كتير. ف خلصت ثانوية عامة. أنا دخلت بدأت بشغل السياحة، قعدت 4 سنين في السياحة ولحد دلوقتي أنا شغال في السياحة. مجال مش حلو، بس ممكن تكون ظروفك أحسن مني. في يوم من الأيام، فأنت ممكن تعمل أو تشتغل أو تدوس على نفسك أو تاخد شوية وقت إنك تقعد في البيت تتعلم فيهم مهارة تجيب منها فلوس، وده أحسن بكتير ليك. يعني أنا منصحكش بالشغل عند الناس، عشان الشغل عند الناس مش حلو أوي زي ما أنت متوقع، بس عادي بقى بتمشي فلوسك عشان بتمشي دنيتك عشان تاخد فلوس وأهلك وكده يلا الحمد لله. ما علينا. حاجة في الجيم، في الكورس، في الشغل، في الدراسة. أي نعم بأثر في حاجات كتير، بس ربنا بييسرها. ربنا الحمد لله 3 سنين ده اللي جيد جدا. أهو. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. كل يوم هحاول انزل فيديو على قد ما اقدر، هحاول امنتجه على قد ما اقدر، هحاول ادوس